إنما برز إليهم محمد بن عبد الله فصاح به بعضهم: يا علي، إن لك رحما بأمير المؤمنين يزيد، ونريد أن نرعى الرحم، فإن شئت آمناك. إن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أحق أن ترعى. الله أكبر. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف أحامي عن أبي، ضرب غلام هاشمي قرشي. اعتلك جن شهاب لو خر من سماء، والشياطين العد الله بيرمى، بريشه الصارم خطف كم جمجمه، وين المدرع يخز من الحزم، يخز بيه وتلتوي يمين ويسار، قمر لكن طالع بليل الغبار، بس لك ادعى الخيل تاهت بالقفار، ورد قلبها وفرس شدات الزلم. فزحف زحفة العلوي السابق، ولم يشعر القوم أهو الأكبر أم الوصي حيدر يزهر في الميدان، فأكثر القتلى في أهل الكوفة. يا أبا، العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ صبرا صبرا يا بني، فبعد ساعة سيسقيك جدك المصطفى بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. بني، امضي إلى أمك فانظر ما حالها. فمضى إلى أمه فوجدها مغشيا عليها، فسالت دموعه على وجهها، فأفاقت وضمته إلى صدرها، وأخذت تمعن النظر في وجهه وتتأمل قسماته، وهي تضمه مرة وتشمه أخرى، حتى جاءت لحظة الوداع فتوادعا، ورجع إلى أبيه عليه السلام فودعه. ومن ثم اعتلى صهوة جواده، راجعا بشوق ليلاقي جده محمدا صلى الله عليه وآله. رجع إلى الميدان وحمل مزمجرا. الحرب قد بانت لها حقائق، وظهرت من بعضها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، في جود عم بالمكارم مرتدي، في عمر فاطمة البتولة أمه بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد. وما زال كذلك، إذ لم يقابله جحفل إلا رده، ولا شجاع إلا قتله، حتى صاح منقذ بن مرة العبدي لعنه الله:
علي آثام العرب إن لم أثقل أباه فيه. وتقدم اللعين فاتحا باعا وضرب شبيه الرسول على رأسه، ثم طعنه بالرمح في ظهره وجاءه سهم في صدره. أيوا عليا وأكبرا، فاعتنق جواده ففر به إلى معسكر الأعداء، فأسقطوه من على جواده واحتوشوا بالطعن والضرب، فصاح الأكبر: يا أبتاه عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني شربة لا أظمأ بعدها أبدا. بني علي، على الدنيا بعدك العفا، قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. يا فتيان بني هاشم، هلموا واحملوا أخاكم. عديت وفرحت القلب بعدك وفعلت افعال عامل جاه بعدك على الدنيا العفا يا ابو، بعدك وعلى المكتوب يا وليد شبدي يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتى ما بين جواره وجواري. خرجت إلي أمه ووقعت علي، احتضنته تشمه تضمه، أحاطت بي عماته وأخواته يبكين ويندبنه. إذ قلنا يما وياك يا الماخذ سنين العمر وياك، يما يريد ما لقاك يا مشتاق القلب ويريد ما لقاك. يما شمعة أضواك كان البيت يزهي وشمعة أضواك، يما خلاف عيناك هسه ظلام يا يما خلاف عيناك. يما ارد اسولف وياك يقعد يا يما ارد اسولف وياك، يا الحلو ما القاك يا الولد يا الحلو ما القاك. يما بكينا قصدنا لداركم يما وبكينا،
اي والله ويانا هاي الدار راعي الدار ويانا يما سوى بينا ايش سوى بينا ضيم العراق ايش سوى بينا الولد اي والله ما حسبينا على فراق ابد ما حسبينا. ثم جاء عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام ووقف بإزاء الحسين عليه السلام وقال يا مولاي أتأذن لي بالبراز؟ فقال له الحسين عليه السلام يا بني كفاك وأهلك القتل. فقال له يا عم بماذا ألقى جدك محمد صلى الله عليه وآله وقد تركتك والله لا كان ذلك أبدا أقتل دونك حتى ألقى الله بذلك. ثم برز وحسر عن ذراعيه وهو يرتجز. اليوم ألقى مسلما وهو أبي وفتية بادوا على دين النبي ليسوا بقوم عرفوا بالكذب لكن خيار وكرام النسب من هاشم السادات أهل الحسب. ولم يزل يقاتل حتى رماه عمرو بن صبيح الصدائي بسهم فاستقاه بكفه فسمر كفه على جبهته فلم يستطع تحويل كفه فجعل يقول اللهم إنهم استقلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا. فحمل عليه زيد بن الرقاد الجهني فطعنه بالرمح في قلبه فقتله. أيوا فجيعة. فلما رآه الحسين بكى وقال اللهم العن قاتل آل عقيل فصبرا آل عقيل إن موعدكم الجنة. شابح تحت عج الخيل عينه ما ينشاف بس تسمع ونينا يريد احد يغمض له عيونه اياس وافغرت روحه من الحار والله شبيب والهنادي وزعنا وبدم الشهايد غسلنا بعج الخيل واسفة كفنا ودفننا بشعاع الشمس والحار. السلام على القتيل ابن القتيل عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب ولعن الله قاتله عمرو بن صبيح الصدائي. ولما قتل عبد الله بن مسلم حمل آل أبي طالب حملة واحدة
فصاح بهم الحسين عليه السلام: صبرا على الموت يا بني عمومتي صبرا، لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا. فاعتروهم الناس وأحاطوا بهم، فجعلوا يقاتلون أشد القتال كأنهم أسود ضارية تحطم الفرسان يمينا وشمالا، وتلقي بنفسها على الموت، لا تقبل الأمان ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية. وعبد الله الأكبر بن عقيل يرتجز ويقول: خلوا عن المصحر دون الغيل، خلوا عن الواضح من عقيل، يمنع عن صريخه الرسول بسيفه المؤند المسقول. وقاتلوا قتال الأبطال، فصرعوا رجالا وجندلوا أبطالا. وقتل من آل أبي طالب عبد الله الأكبر بن عقيل، ومحمد بن عقيل، وعبيد الله بن عقيل، ومحمد بن مسلم بن عقيل. ليوثوا فجروا بالحرب بركان وضعاينهم بقاع الشرف، بركان مصابيح الهداية وتشع بركان وشرعبت بيها الحمية. فأخذ الحسين عليه السلام ينادي: هل من ناصرين ينصرنا، هل من معين يعيننا. عندها خرج القاسم بن الحسن عليه السلام يقول: لبيك يا عم يا أبا عبد الله. وهو غلام لم يبلغ الحلم، وكان وجهه كفلقة قمر. فلما نظر إليه الحسين اعتنقه وجعلا يبكيان. فقال القاسم: يا عم الإجازة لأمضي إلى هؤلاء الكفرة. فقال له الحسين عليه السلام: يا ابن الأخ، أنت من أخي علامة، وأريد أن تبقى لأتسلى بك. فذهب القاسم مهموما مغموما باكي العين حزين القلب، وتذكر أن أباه قد ربط له عوذة في كتفه الأيمن، وقال له: إذا أصابك ألم وهم فعليك بحل العوذة وقراءتها، وافهم معناها واعمل بكل ما تراه مكتوبا فيها. فحل العوذة وفضها ونظر ما مكتوبا فيها،
فركض القاسم إلى عمه الحسين عليه السلام وعرض عليه كتاب أبيه الحسن، فلما قرأه الحسين بكى، فلم يزل القاسم يقبل يديه ورجليه حتى أذن له الحسين عليه السلام، فحمل عليهم شبل الحسن وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن. جاسم هلهلت للخيل واشتد على الخيالة، 70,000 في الميدان بيها الفحل ما باله، بزغ من برج صيوانه بدر شبل الحسن جنه، وقف بموسط الميدان لكن وقف يتجنه، يخاف القوم ما تعرفه ولا تهابن صغر سنه، صاحان الحسن عودي من فارس بدر زودي، ياهن يقرب حدودي، تسمع كل هذيك القوم ما واحد تدناله. وقاتل القاسم أعداء الله كالليث الهصور، حتى بلغ به العطش مبلغا عظيما، فرجع إلى عمه يطلب شربة من الماء. يا عم، العطش قد قتلني، أدركني بشربة من الماء. صبرا صبرا يا بني، فبعد قليل يسقيك جدك المصطفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ما ذلت الحامة من الضما يسير في شتة الجنة، من الضما يا عمي جيت اشكيله، من الله يضيم وتسعر النيرة وأنبياء. فصبره الحسين عليه السلام وودعه، فحمل على القوم وهو يقول: إني أنا القاسم من نسل علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي من شمر ذي الجوشن وابن الدعي. قلب شدات الظلم فوق الخيول، مذابحة وابن الحسن بيها يجول، طلع حقه من ورا الفحل الفحول، الباس والنوماس من صار الجسيم، فعل بيها شما قبل جده فعل، بخيبر وصفين وبيوم الجمل، يسل سيفه ويعتني وين البطل، ويترك المصيوب واللي منهزم. وبينما هو يقاتلهم إذ انقطع شسع نعله اليسرى، فوقف يشده وهو لا يزن الحرب إلا بمثله، غير مكترث بالجمع ولا مبال بالألوف،
فشد عليه عمرو بن نفيل الأزدي فضربه على رأسه بالسيف. يا عماه ادركني. فأتاه الحسين كالليث الغضبان فضرب قاتله بالسيف فصاح اللعين صيحة سمعها العسكر. فلما رأى القاسم يفحص برجليه قال بعدا لقوم قتلوك خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك ثم لا ينفعك. صوت والله كثر واتره وقل ناسره. ثم حمله ووضع صدره على صدره ورجلاه تخطان في النار. حط حسين صدر بصدر جسام شبك فوق وجاب يم الخيام صدر بصدر عمم وخط بالاقدام بالتربايان وحسين يتعثر والله جابه مدد ما بين اخوته قعد عدهم يا ويلي وهم موته. ولما ينسمع عن النسوان صوته اجت رملة تصيح الله أكبر. يا جاسم ليتها الطبرات بيا يا جاسم قوم ريت الموت ليا يا جاسم صدق رايح هاي هي تخليني أون الليل وسهر. ولما رأى العباس عليه السلام كثرة القتلى من أهل بيته نادى على إخوته الثلاثة الذين هم من أم البنين الكلابية وقال لهم تقدموا يا بني أمي حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله. واستأذنوا الحسين عليه السلام فأذن لهم فقال العباس لعبد الله تقدم يا أخي حتى أراك قتيلا. فخرج وهو يقول أنا ابن ذي النجدة والأفضال ذاك علي الخير ذو النوال سيف رسول الله ذو النكال في كل يوم ظاهر الأهوال.
فشد عليه هان بن ثبيت الحضرمي فقتله. ولما قتل عبد الله دعا العباس عليه السلام أخاه الثاني عثمان وقال له: تقدم يا أخي حتى أراك قتيلا. فتقدم عثمان وهو يرتجز ويقول: إني أنا عثمان ذو المفاخر، شيخي علي ذو الفعال الطاهر، هذا حسين خيرة الأخاير وسيد الكبار والأصاغر، بعد الرسول والوصي الناصر. فرماه خول بن يزيد الأصبحي بسهم فقتله. ثم دعا العباس أخاه الثالث جعفر وقال له مثل ما قال لأخويه: تقدم إلى الحرب حتى أراك قتيلا كأخويه، فأحتسبك كما احتسبتهما. فتقدم جعفر إلى معسكر الأعداء فشد عليهم بسيفه وهو يقول: إني أنا جعفر ذو المعالي ابن علي الخير ذو النوالي، حسبي بعمي شرفا وخالي، أحمي حسينا ذا الندى المفضال. وبينما هو يقاتل إذ شد عليه هان بن ثبيت الحضرمي فقتله. ولما قتل إخوة العباس بين يديه ورآهم صرعى على وجه الصعيد لم يستطع صبرا، فجاء إلى الحسين عليه السلام يستأذنه في القتال ويطلب الرخصة منه، فبكى الحسين وقال له: أخي عباس، أنت حامل لواي وعميد عسكري ومجمع عددي، فإن أنت مضيت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن آخذ بثأري من هؤلاء القوم المنافقين. جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني لا أحب أن أراك قتيلا، وأحب أن تراني قتيلا بين يديك. إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. وإذا بالأطفال ينادون العطش العطش يا عم، احمول الشدد غيرك من يشلها وتفوف النواي، من يشلها كثير جروح قلبي، من يشلها أداوي جرح من يصير بي. فذهب العباس إلى القوم، فلما توسط الميدان: يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبني عمه، وبقي فريدا مع أولاده وعياله وهم عطاشا، قد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم شربة من الماء، لأن أولاده وأطفاله قد وصلوا إلى الهلاك.
يا ابن أبي تراب، قل لأخيك لو كان كل وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة حتى تدخلوا في بيعة يزيد. ثم رجعا إلى المخيم وإذا بالأطفال يصرخون من العطش. فلما سمع العباس ذلك رفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي أريد أن أعتد بعدتي وأملأ لهؤلاء قربة من الماء. فجاءت سكينة تحمل القربة وتشتكي ما بها من الظما. وبعد أن هم بالذهاب تعلقت به أخته زينب عليه السلام وقالت: أخي بل فاض الوداع الوداع. فقبلها من رأسها وقال لها: الوداع يا زينب. فصاح بها الحسين عليه السلام: أخي دعيه يمضي فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. تقول له يا الكلك محنا يا عباس، يا الكلك محنا. اي والله ما ينشبع منا، ما ينشبع منا اثار الاخو، ما ينشبع منا. اي والله خويا خلى ودعنا، خلى ودعنا. تريد العين تشبع شوف من خويا، ما يرجع يعشى مننا، ما يرجع جملنا. خويا بعد هيات ما يرجع جملنا. وحمل العباس من جهة الفرات يريد الماء وهو يرتجز: أقاتل القوم بقلب مهتدي أدب عن صبط النبي أحمد. إني أنا العباس ذو التودد نجل علي الطاهر المؤيد. ولم يزل يقاتل فأقسمت بالله العز الأعظم وبالحجون صادقا وزمزمي وبالحطين والفنى المحرم. ليخضبن اليوم جسمي بالدم دون الحسين بالفخار الأقدم. إمام أهل الفضل والتكرم فلم يعبأ بجمعهم ولا راعته كثرتهم فكشفهم عن وجهه. ونزل المشرعة فلم يجرأ أحد من الاقتراب إليه. فلما أحس ببرودة الماء مد يده وغرف غرفا ليشرب. فلما أدلاها من فمه ذكر عطش أخيه الحسين وأطفاله فرمى الماء
يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. والله ما هذه فعال ديني، ولا فعال صادقا يقيني. شلون اشرب واخوي حسين عطشان وسكنه والحرم واطفال رضعان، وظن قلب العليل التهب نيران. يا ريت الماي بعد ناحل ومر. فلما خرج من المشرعة تلقاه عمرو بن الحجاج بمن معه، فشد عليهم وهو يقول: لا أرحب الموت إذا الموت سقى، حتى أوارى ميتا عند اللقاء. نفسي لنفس الطاهر الطهر وقى، إني صبور شاكرا للملتقى. بل أضرب الهام وأثني المفرقة، إني أنا العباس صعب باللقاء. الله أكبر. فقتل رجالا ونكس أبطالا، وبينما هو يقاتلهم إذ كمن له زيد بن الرقاد من وراء نخلة، فضربه على يمينه فبرأ، فأخذ السيف بشماله وقاتلهم وهو يقول: والله إن قطعت ما يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني، صبط النبي الطاهر الأمين. وقاتلهم قتالا شديدا، فكمنا له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة وضربه على شماله فقطعها، فقال عليه السلام: يا نفس لا تخشي من الكفار، وابشري برحمة الجبار مع النبي المصطفى المختار. قد قطعوا ببغيم يساري، فاصلهم يا رب حر النار. وكان كل همه إيصال الماء إلى الحسين عليه السلام وعياله. فلما نظر عمرو بن سعد إلى شدة اهتمام العباس بالقربة طاح: ويلكم دونكم القربة، فوالله لو شرب الحسين لفناكم عن آخركم. فرشقوه بالنبال، فجاءت إليه السهام كالمطر، فسهم أصاب القربة، وسهم أصاب عيناه، وسهم أصاب صدره، وسهم أصاب ركبته، وضربه لعينا بعمود من حديد على رأسه، فسقط إلى الأرض وقال: أخي أبا عبد الله أدركني. فحمل عليهم الحسين كالليث الغضبان وهو يقول: إلى أن تفرون وقد قتلتم أخي؟ تعاين من الخيم للعالم
يصيح بصوت يا عضيد طحت وين بعد ما شوف دربي يضوى العين يا اخويا الكون كله بعيني يظلم. فلما وصل إليه أحس العباس بوقع أقدام الحسين عليه السلام، فظن أنه رجل من الأعداء جاء لقطع رأسه، فقال له بالله عليك امهل لي حتى يأتي إلي ابن والدي فأودعه ويودعني. فلما سمعه الحسين عليه السلام صاح أخي أبا الفضل أنا أخويا حسين طلع السهم من عيني وبهداي يا مظلوم لا تاذيني يا عباس يا عباس السهم قل شلون طلعه متعان الوسط وصعب الشلعة يا ريد انصب مناح عليك وانعى ابويا وتراده من عالنهار طاحي وتراده وينك يا ابو السجاد ناد والله مهدم افاد وحسين جا مهدم افاد. وضع رأس أبي الفضل العباس في حجره عندما أحس به أبي الفضل فيه رمق من الحياة، وضع رأسه على التراب. أخي لماذا تصنع هكذا؟ قال أخي أنت الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد قليل من الذي يضع رأسك في حجره؟ أبا عبد الله. بويا زادت الونة بك حسين بويا وزادت الونة بويا وحطها بحضنه راس البطل حطها بحضنه يا ابويا غدا يمسح تراب والقاحن بكى حسين وينادي يا وفاي ويا ليش انخبط دمك ويا الماء ويا لا تقطعي ويا انا بشاربك لا تقطعي ويا الماء مثله يا فايل اخو ما مثله. ثم فاضت روحه الزكية فقام الحسين عليه السلام وقد اجتمع القوم ينظرون إليه. الآن انكسر ظهري، الآن شمت بي عدوي وقلت حيلتي. وقام ينعى قعد عد راسه